بسم الله. السلام عليكم. المهم هذا الفيديو هذا حاولت نديرو على قبل الناس اللي كيسولوني بزاف على انه عندهم ذاك المشكل ديال ما كتفهمش الفرونسي ولا ما كتعرفش كيفاش تتعامل مع شي حاجه ديال الفرونسي، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم الجهوي ولا مثلا انا مؤخرا دوزت الوطني ديال البي تي اس اللي هو هذا. نخلي لكم التصاور ديالي لانه ولا نحاول نخدم عليه ونوريكم زعما الميثود اللي كنخدم بها باش انني نصوفي راسي، كيفاش انني كنتعامل مع هذا الوطني هذا، وكيفاش نتوما تقدروا الا كنتي عندك هذا المشكل هذا. كنقول لك هذا الميثود اللي كندير انا زعما غير باش تصوفي راسك وتحاول انك تفهم في حاله لك تي واكح وما عندكش مع فرونسي، تحاول تعتق راسك بشي حاجه. وكنظن انه غادي يفيدكم بزاف هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي عندهم جهوي ولا عندهم شي امتحان ديال الفرونسي وكذا. الفرونسي ديالي راه شويه معكله، يعني نقدر نقرا شي لعيبات انا عاوجين ونقدر نقول شي لعيبات ماشي هما هذوك. المهم باش غير حتى نتوما تكونوا في الكادر وصافي، فهمتيني. غنخلي لكم التصاور ديال هادو باش تعرفوني على جداوي ديال هذا الوطني اللي دوزت انايا. ونبداو. بالنسبه للقضيه ديال انك ما كتفهمش الاسئله كاع، هذه الصراحه باش انني ما نكذبش عليك ولا كذا، هذه مشكل ديال تراكمات ديال سنوات قدام، وصعيب باش انك تعالجو في واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا شهر ولا كذا. ما انا نحاول نعطيك زعما شي لعيبه تقدر تعتق بها راسك وصافي. اما هو نورمالمون هذاك الشيء خاصك تكون فرونسي كتقراها بواحد الشكل اللي هو تقريبا مهم ديما كتقراها، تحاول تفهمها، تحاول تسمعها، تحاول المهم كتكون اجور مع الفرونسي، باش انك ما عمرك طليتي عليها وديما عندك داك المشكل ما كتفهم حتى وزه وبتحلو دابا. راه صعيب فريمون صعيب. بالنسبه لي انا باش تحط لي الوطني اولا مني تحط لك الامتحان ديال الفرونسي، شنو كندير؟ اول حاجه ما كنقراش النص، عاده ما كنقراش النص هو الاول. شنو كنمشي كندير باش انني نفهم النص علاش كيدور؟ كنمشي للاسئله ديال النص وكنقراهم من السؤال الاخر حتى السؤال الاول. علاش؟ لانه بحد ذاتهم الاسئله هما ملخصات صغار الفقرات ديال النص او النص بشكل عام، فهمتيني. نبقى نعاود هذه الكلمه ديال فهمتيني لان راه كتلصق ليا في لساني وما كنقدش انني ننسى باش انني ما نقولهاش. المهم مثلا هنا في الوطني اللي عطاونا حنا السؤال السادس قال لك proposer de nouvelles solutions pour améliorer le tourisme au Maroc. مثلا هذا السؤال هذا قال لك عطينا حلول جداد باش اننا ناميليوريو زعما نزيدوا بلو توريزم اللي هو السياحه. يعني ما كنتش عارف التوريزم راه ما عندي من ندير لك، خاص تكون عارفه انها السياحه، ما عندي من ديك فهاد لقيتها هذه وماغا. يعني هنا السؤال باين قال لك proposer de nouvelles solutions pour améliorer le tourisme au Maroc، يعني عطينا حلول جداد باش اننا نزيدوا بالسياحه ديال المغرب القدام. انت قريت هذا السؤال هذا غتلاحظ انك لقيت واحد الموكلي اللي هو التوريزم اللي هو السياحه. لحد الساعه مازال ما نقدرش نقول لك اننا عرفنا علاش كيهضر النص. ندوز السؤال اللي قبل منه اللي هو الخامس، قال لك سولو لوتور يعني من خلال الكاتب، قال لك كيل سون لي ميزور اورجون كي doivent être précisées par le gouvernement pour encourager la promotion du tourisme. قال لك هنايا من خلال الكاتب عطينا لي ميزور، صراحه ما عرفتش شنو هي، اولا بحال بيقول لك المقاييس الاورجون العاجله ولا شي لعب بحال هكاك اللي خاصنا يعني خاصنا نديروهم، خص يديرهم المغرب اولا خاص ديرهم الغوفرنمون اللي هي خاص تكون عاوتاني عارف شنو هي الغوفرنمون اللي هي اما اللي هي غالبا الحكومه ولا الدوله ولا شي لعب هكاك. بور اونكوراجي كوراج راك عارفه هي شجع، باش تشجع لا بروموسيون ما عرفتش بالضبط شنو هي دو توريزم يعني باش تشجع السياحه. يعني من هنا كيبان لي انه السؤال شنو فيه، يعني شنو هما الحوايج العاجله خاص ديرهم الدوله ولا الحكومه باش انها تشجع السياحه. هذا هو السؤال اللي قبل منه. غتلاحظ انه الكلمه ديال توريزم تعاودات. نشوف السؤال الرابع يقول لك غاس ا لا بيرفورمانس دو ليكيب ناسيونال كيل سون لي نوفو توريست دو ماروك دابري لو تيكست. هنا تزادت واحد الكلمه جديده اللي هي ليكيب ناسيونال. غاس ا لا بيرفورمانس دو ليكيب ناسيونال يعني من خلال بحال بغا يقولوا القوه ولا النجاعه ديال ليكيب ناسيونال. شنو هما لي نوفو توريست دو ماروك دابري لو تيكست؟ يعني هنا هادشي عنده علاقه بلا كوب دي موند الاخرانيه ديال قطر، بحكم انه المغرب دار واحد الاشعاع اللي هو كبير في كاس العالم. يعني غالبا غادي يكون المغرب كمنتخب عرف بالمغرب وغادي يكونوا واحد زوار جداد للمغرب، وهذا الشيء هذا غادي تلقاه في التكست. حنا دابا غير كنقراو الاسئله باش نعرفوا غير علاش كيدور النص. هاد الساعه هادي راه مازال ما قريناش النص. غنمشي السؤال اللي قبل منه قال لك دون لو دوزيام باراغراف كيل اكسبرسيون mettant en valeur la grande réussite de l'équipe nationale pendant la Coupe
دي موند. دابا هنا غادي تعرف انه النص بدا كيهضر لينا على السياحه و المنتخب في لاكوب دي موند. واش الاخر ولا لا هادشي نعرفوه في السؤال اللي قبل منه. السؤال اللي قبل منه قال لك à partir du texte quels sont les effets positifs de la réalisation de l'équipe nationale au mondial de Qatar. يعني قال لك شنو هما لي زيفي بوزيتيف اللي دارهم الانجاز ديال المنتخب في سميتو في الكوب دي موند ديال قطر الاخراني. وفي السؤال الاول قال لك دوني ليدي جينيرال دو تيكست. يعني انت مني غادي تقرا دوك الاسئله من 2 3 4 5 6 غتعرف هاد ليدي جينيرال اللي هو السؤال الاول تقدر تجاوب عليه غير من هنا قبل ما تقرا انت كاع اصلا التكست. يعني هنا النص كيهضر على التاثير ديال المنتخب والانجاز ديالو اللي دار في كاس العالم الاخر ديال قطر على السياحه في المغرب. دونك غير من هاد الاسئله اللي انت قريتيهم دابا تكون فهمتي بعدا غير على النص بعدا اش كيهضر، ماشي تكون ديك اللعبه ديالك مع النص ما عارف حتى علاش كيهضر والاسئله حتى هما ما كيهضرهم حتى علاش كيهضروا وكذا. بحال هكا تقدر انك تعرف بعدا شنو هي لي جينيرال وتقدر تجاوب عليها من دابا. عاد باش دابا تقدر انك تدوز للنص، ومن تدوز للنص تحاول تقرا في الاول واحد القرايه اللي هي عاديه تقرا نيشان عادي، من وراها تبدا تقرا سؤال بسؤال. مثلا قال لك دوني لي دي جينيرال دو تيكست، لي دي جينيرال من تقرا التكست وقريت الاسئله غتقول لهم مثلا مثلا تقول لهم لي زيفي بوزيتيف. مثلا تقدر تشد السؤال الثاني نيت راه فيه تقريبا لي دي جينيرال تقول لهم مثلا لي زيفي بوزيتيف دو لا رياليزاسيون دو ليكيب ناسيونال او مونديال قطر اي سا ريلاسيون افيك لو سيكتور دو توريزم او ماروك مثلا، ولا شي لعيبه بحال هكا زعما قريبه لها. يعني التاثير ديال المنتخب الوطني والانجاز ديالو في كاس العالم ديال قطر على السياحه في المغرب. وغادي تجي ثاني السؤال التالي كيقول لك مثلا ابارتيغ دو تيكست. من يقول لك ابارتيغ دو شي حاجه يعني خاصك تمشي تجيبها من ديك الحاجه. قال لك دو تيكست غتجيبها من التيكست. قال لك دوزيام باراغراف غتمشي لغير دوزيام باراغراف وتقلب على داكشي اللي فيها. قال لك تخوازيام باراغراف غتمشي غير تخوازيام باراغراف وماشي تبقى تضيع الوقت ديالك في النص كامل. يعني خاصك هنا تفهم السؤال شنو باغي منك. مثلا قال لك هنايا في السؤال الثالث دون لو دوزيام باراغراف qu'est les expressions mettant en valeur la grande réussite de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde. يعني تمشي نيشان للدوزيام باراغراف وغادي تمشي تحاول تقلب على العبارات اللي كيبينوا لنا هذيك لا غروند ريوسيت، يعني النجاح الكبير ديال المنتخب بوندون يعني في كاس العالم، وتمشي تحاول تقراه. وملي تقرا النص هنا غادي تحتاج شويه ديال الفرنسي لانه ضروري تحتاج فرنسي. راه ما عندي ما ندير لك الا ما كنتيش كتفهم والو، راه ما عندي ما ندير لك، ضروري خصك تكون كتفهم شي حاجه. صافي غادي تمشي غادي تبدا تقرا بحال هكا، ولا تقرا تشوف بحال هكا النص، تشوف ليكيب ناسيونال، تشوف شي حاجه عندها علاقه بالانجازات، مثلا لا بريستاسيون هيستوريك ديال ليون داطلاس كدا، فهمتيني. وتجي تقلب وتحاول تشوف الا ما كنتي فاهم والو، حاول تشوف غير شي لعيبات اللي كيبان لك شي كلمات زوينين حاول تحطهم انت ما فاهم والو كاع، وبحال هكا دير. ومثلا ملي كيقول لك بروبوزي يعني من عندك انت ديك الساعه تحاول انك دير شي حاجه من عندك. مثلا السؤال السادس قال لك بروبوزي دو نوفيل سوليسيون بور اميليوري لو توريزم او ماروك، يعني عطينا من عندك. مثلا انك قلت لهم انهم يديروا سميتو يستعملوا الميديا، يستغلوا الميديا ولا السوشيال ميديا كانستغرام وفيسبوك كذا باش انهم يعرفوا بالمناطق السياحيه في المغرب، وانهم يسهلوا السفر للمغرب وكذا داكشي بالطبع بالفرنسي. وعاوتاني بعض المرات انني كنحل في شي حاجه كنحاول انني نجيب شي كلمات من النص اللي غادي يعاونوني باش انني نجاوب عليهم، نجاوب بهم في النص، اولا نقدر نجيب دي زارغيمون غير من النص ونحاول نبدلهم ولا شي لعيبه ونجاوب بهم. من نعاود نكرر القضيه، وانه هادشي هذا باش تصوفي راسك بالنسبه لشي واحد اللي ميت زعما. غادي تدوز لونغ خاصك تكون فاهم ليك الاسئله ديال النص. مثلا هنا قال لك اكسبليك في الاسئله ديال النص، قال لك اكسبليك دون لو كونتكست لي مو ميس اون غرا. قالوا لنا مثلا السؤال الاول في الجمله الاولى لي ليون داطلاس اون كونكريتيزي لو غيف، وانا كونكريتيزي راه ما عارفهاش بيني وبينكم، ولكن مني كتقرا لي ليون داطلاس يعني اسود الاطلس اون لو غيف الحلم، خاصك تسول راسك ملي تعرف الحلم خاصك تقول الحلم شنو كنديروا ليه، يعني الحلم كنوصلوا ليه. يعني بحال بغات تقول لنا هاد الجمله هاد الكلمه هذه ديال كونكريتيزي بحال
نوصلو ولا شي حاجه نقيسو ولا كذا. هذيك الكلمه بالعربيه ديال نوصلو ولا نقيسو اللي هي توشي، غادي تقول لي بان كونكريتيزي يعني كتعني هنايا هي توشي ولا غياليزي ولا يعني حققوا الحلم ولا شي حاجه بحال هكا. هكا انا جاوبت عليها وراه صحيحه، اللي هي كونكريتيزي بحال قلتي غياليزي، اقرب ليها غياليزي او لا توشي قيس. الجمله الثانيه قال لك اون بانوبلي دو ميزور. هنا هاد بانوبلي عمرني سمعتها، مي انا شفت من وراها الكلمه ديال ميزور اللي هي بلوغيال يعني كتسالي باس، وهنا قلت انه غالبا هاد اون بانوبلي يعني غادي تكون يا اما اونصومبل ولا بليزيور ولا كذا، ودرت تقريبا يا اما درت جروب ولا اونصومبل ولا بليزيور، فهمتي؟ دونك هادو هما اللي درت انا زعما اللي كيعنيو، واخا انا ما عارفش ان هذه كتعني هاد بانوبلي ولا ما عرفت شنو، ما عارفاش ان راه غادي تكون كتعني اونصومبل ولا شي حاجه، مي الكلمه اللي من وراها جات بالجمع، وغالبا الحاجه اللي كتجي بالجمع يعني كتجي منها قبل منها شي كلمه اللي غادا اللي كتوصف لينا الجمع وصافي. المهم السؤال الثاني قال لك دون لو تخوازيام باراغراف روليفي اون فراز او ليا ليكسبرسيون دو لا كونسيسيون. هذه الصراحه انا ما عرفتهاش. الكونسيسيون كنت كنقول الكونسيسيون شنو هي بعدا الكونسيسيون، هما قال لك هنا السؤال الثاني الكونسيسيون. الكونسيسيون واش هي السببيه ولا شي لعبه هكاك ما عرفتش، مي كان الجواب ديالها هي الجمله اللي كان فيها اوتوريزم ماروكان ان نوفيل ايلون مي اون بانوبلي دو ميزور. هذيك مي كنظن ان مي هي الكلمه اللي كتوصف لنا لا كونسيسيون، لانني انا اصلا فرونسي ما راجعتش ليها كاع اللونغ ديالها. قال لك troisième question relevé dans chacun des phrases suivantes le connecteur logique الروابط المنطقيه et préciser le rapport logique exprimé يعني لاش كيلاقوا. هنا قال لنا في الكلمه الاولى اللي هي نياموا ليكسبلوا هيستوريك دي ليون داتلاس طان طان طان. المهم انا عرفت ان هاد الكلمات كاملين اللي في هاد الجمله هذه ما يكونوش كونيكتور لوجيك. هاد نياموا هي اللي تكون كونيكتور لوجيك درتها، مي ما عرفتش لاش كتليق. مي من بعد سولنا الساده قالت لينا كتعني نياموا بحال بغيتي تقول مع ذلك، هادشي اللي قالت لنا زعما تقريبا كتعني. في الجمله الثانيه اون بانوبلي دو ميزور سيبليمونتير دوا اتر ميز اون بلاص افان دو ميتريزي دو دوموند كرواسون. الكونيكتور لوجيك كان هنا هو افان دو يعني بحال بغيتي تقول نهايه كذا ولا شي لعبه بحال هكا تقريبا. وشنو كيعني بحال الكونكليزيون، افاندو يعني كنديروها يا اما في الكونكليزيون ولا شي لعبه هكا. المهم 4 قال لك سو اكسبلوات ا ايتي كونفورتي باغ لي ميساج دو فيليسيتاسيون ريكريفي سات فراز ا لا فوا اكتيف. هاد لا فوا اكتيف ما راجعتوش، يعني خص يكون عندك شويه ديال الكونجيغيزون كدا باش انك تقلب الجمله. راه تقريبا خليتها يمكن هكاك ولا غير داش لعيبه. الكومونيكاسيون عطاونا مثلا هنا فوزيت ساتيسفي دي فيكتوار دو فوتر ايكيب، قال لك اكسبريمي فوتر ساتيسفاكسيون. المهم هنا السؤال اللي قال لك واش انت ساتيسفي يعني انت مقتنع بالانجاز اللي دار المغرب في كاس العالم. غتحاول تقول لهم غتحاول انك تعبر على ديك الاقتناع ديالك بالمنتخب الفرنسي بالطبع. قال لك السؤال الثاني ليكيب ناسيونال جو ان ماتش ديفيسيل vous n'êtes pas sûr du résultat. ما فهمتش انا مزيان هاد الجمله هذه، ما عرفت انها بغاو يقولوا لنا ان المغرب راه لعب واحد الماتش قاصح، واش انت متاكد ان المغرب يقدر يدير شي ريزولتا مزيان؟ هادشي اللي فهمت. برودكسيون اكريت قال لك quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients du développement du tourisme au Maroc. يعني قال لك لي زافونتاج اللي هما الامتيازات و لي زانكونفينيون يعني السلبيات. بحال بغا نقول لك شنو هما الايجابيات والسلبيات ديال الديفلوبمون يعني التطور ديال التوريزم في المغرب. هنا راه تحتاج الفرنسي وتقدر تستعمل شي جمل من النص باش تجاوب عليهم. دونك بحال هكا كنتعامل انا زعما مع النص، بحكم انني حتى انا النيفو ديالي يعني اقل من المتوسط في الفرنسي، كنقدر انني نفهم صراحه الكلمات وكذا ونفهم الجمل وكذا. مي راه حتى انا راه كنوحل، راه بزاف المرات كنوحل. اللي بغيت نقول لكم انه حاولوا انكم تخدموا بزاف ديال الامتحانات وتشوفوا التصحيح ديالهم
وراه بكثره الخدمه راه غادي تقدروا انكم تجاوبوا. انا قلت لكم هكا زعما غير بالنسبه لشي واحد اللي فاقد الامل، ما عندوش كيفاش يدير. حاول انك مثلا شي سؤال مني ما شفتي فيه شي كلمه ولقيتيها نفسها في النص، كتب داكشي اللي من وراها، راه كلشي كيديرها. بان لك شي تشاش كتبو. المهم ما تخلي حتى حاجه خاويه. الا قديتي تبدل شي كلمات في السؤال براسو وتجيب معاه تلصق معاه شي لعيبات في النص ديرها. المهم انت صوفي راسك وصافي. اما انه باش انه تكون فريمون ما كتفهم والو ودير شي حاجه اعجازيه راه صعيبه، راه ما يمكنش. ما انا قلت لكم غير على وديت انه باش الواحد يعتق ما يمكن يعتق، فهمتيني. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه تفهموني شنو بغيت نوصل لكم بالضبط. وراه بكثره الخدمه راه غادي تفهموا داكشي ديالكم. وبالنسبه اللي كنتو الجهه عندهم 15 يوم ولا عندك شهر ولا ما عرفتش شحال المده اللي عندك، حاول تخدم فيها الماكسيموم داكشي اللي قديتي عليه باش انك تجيب شي نقطه احسن. وهذا ما كان، وشكرا لكم بزاف. وما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوهم. ودوز عندي الانستغرام اللي بيسولني على شي حاجه لا قدرت نسولك لا قدرت نجاوبك. وهذا ما كان، ويلا بسلام عليكم.